متابعينا الأعزاء بالتزامن مع منافسات بطولة أكاديمية نور في جولتها الثانية، أيضا مرة أخرى يسعدني ويشرفني بأن أستضيف الإعلامي الرياضي الأستاذ محمد العميري الحاضر ومتواجد دائما وأبدا في هذه البطولة، قلبا وقالبا، محبا وداعما لها إعلاميا. سعداء كثيرا متواجدك، شاكرين لك إتاحة الفرصة، يعطيك العافية. أنا سعيد جدا بالتواجد ودعوة الكابتن والأسطورة الكبير محمد نور. أولا المناسبة غالية علينا جميعا، اليوم الوطني السعودي 94 لبلدنا الغالي. أكاديمية محمد نور دائما في مثل هذه المبادرات تكون موجودة. شكرا للكابتن، وهذا أمر ما هو مستغرب. شكرا للراعي الأستاذ منصور اللوي الرئيس الأسبق لنادي الاتحاد. شكرا للرعاة، شكرا للحضور الجماهيري الكبير في كل مباريات البطولة. أعتقد حنا محظوظين بالأفكار بالمبادرات الطيبة اللي موجودة من الكابتن محمد نور. نتحدث على أنك حضرت يوم افتتاح البطولة، أسبوعين من افتتاح البطولة تحضر مرة أخرى، الأجواء هل اختلفت حقا من سنة؟ ازدادت إثارة والأجواء اختلفت للأفضل. يعني من بداية البطولة والحضور الجماهيري كان محفز أن نرجع مرة ثانية ونشوف ما شاء الله. يعني تخيل بطولة حواري، شايفين تيف نارية، الحضور الكبير من مختلف المناطق، الإثارة اللي موجودة، التحكيم، التقنية اللي موجودة، تقنية الفار. أنا شايف شغل كبير، وهذا بصراحة يقف وراه عمل كبير سواء على رأسهم الكابتن محمد نور أو اللجنة المنظمة. متواجدك، شاكرين لك إتاحة هذه الفرصة. كلمة أخيرة تختم بهذا اللقاء. الأسطورة الكبير محمد نور، شكرا لكل الحاضرين في هذه البطولة الكبيرة، ومن نجاح إلى نجاح. شكرا لك.